ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى هنعمل الدوناتس اللي هو على شكل كرواسون بطريقه سهله جدا، بدون لبن، بدون بيكنج باودر. هنعمله باسهل طريقه. بجد الدوناتس مش شارب ولا نقطه زيت، والعجينه هشه جدا، طريه. بصوا حاجه كده تبارك الرحمن. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي مع بعض. كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي من نص كيلو دقيق. اول حاجه كده معايا بيضه كامله، عليها ظرف من الفانيليا اهو زي ما انتم شايفين كده، ونص كوبايه ميه دافيه، عليهم معلقتين كبار سكر، ومعلقه كبيره خميره. هدوبهم بقى كويس جدا كده، وكل اللي هستخدمه نص كيلو دقيق. هخفق بقى البيضه كويس كده زي ما انتم شايفين، وهضيف عليها الخميره اهو. هقلب بقى كويس كده. ونسيت اقول لكم معلقه كبيره من الخل، انا ضفتها بس ما بانتش معاكم. اهو معايا نص كيلو دقيق منخول زي ما انتم شايفين كده، ورشه من الملح. ابتدي بقى اعجن كده لحد ما العجينه تلم معايا. بالظبط النص كيلو دقيق خد معايا كوبايه من الميه، وحوالي معلقتين من الميه كبار. انا مش هقدر اقولك قد ايه ميه، يعني هو حوالي كوبايه ميه. ممكن نص كيلو دقيق ياخد معاكي كوبايه من الميه، يعني كل دقيق بيختلف عن التاني طبعا. احنا اهم حاجه عايزين العجينه ملمسها ناعم زي ما انتم شايفين كده، هتشوفوها معايا اهو كده. هبدا الم بقى في العجينه كده. هنا كانت محتاجه حبه ميه كده، رحت ضفت شويه لحد ما العجينه تظبط معايا. هبقى اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت بقى ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. وهحتاج تاني معلقتين كبار من الزبده، بس مش هضيفهم دلوقتي. اما العجينه تلم معايا هبدا بقى اضيف الزبده. اهم حاجه تخدميها كويس جدا في العجن، بتفرق جدا. اهو زي ما انتم شايفين كده. هاخدها بقى على الرخامه وهكمل العجن بتاعي. ابدا بقى اعجن فيها كده لحد ما العجينه تظبط معايا. بقى كل اللي احتاجناه بيضه، فانيليا، سكر، خميره، ميه، ودقيق. بس ما ضفناش اي حاجه تانية. اهي كده العجينه بعد ما لمت معايا جبت معلقتين الزبده، وهبتدي ايه بقى كده هضيفهم واعجن بقى كويس. هتلاقي العجينه كده بتقطع منك عادي جدا، هتلم معاكي تاني. يعني ما تقلقيش وتقولي ده العجينه باظت، لا هتلم معاكي، بس انت اعجني كويس. ما شاء الله ملمس العجينه ناعم جدا. احنا عايزين عجينه ملمسها ناعم وما تلزقش في الايد. اهو زي ما انتم شايفين كده، كده بقت جاهزه معايا. هحطها بقى في البوله واسيبها تخمر. اهي بعد ما خمرت معايا هبتدي بقى اخدها على الرخامه كده وهفردها قد رشه خفيفه كده من الدقيق، وافردها بقى على الرخام. انا هعمل العجينه على شكل مستطيل. بس ما شاء الله العجينه بتتفرد معايا بسهوله. اهي كده فردتها.
هبدأ اظبطها كده بالسكينة. هو كل حاجة واضحة قدامكم. ببتدي بقى اقطعها كده على شكل مثلث، وابتدي بقى ايه الفها اهو زي ما انتوا شايفين كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفها بقى كده، واحاول بقى اقفلها كويس كده من تحت عشان ما تفكش منك وانت بتقليها في الزيت. بصوا العجينه مظبوطه جدا. انا مش هحط عليهم ورق زبده ولا اي حاجه، هرش بس الصينيه اللي هحطهم عليها رشه خفيفه من الدقيق كده، وابتدي بقى ارص وما تزنقش في بعضهم عشان لسه هيخمروا تاني. يا رب يكون كل حاجه واضحه قدامكم. هنا بقى باقي العجينه فردتها كده، وابتدي بقى اقطعها كده بكوبايه باي غطا عندك، اتعاملي بقى انت. اهو كده ما شاء الله الكميه كلها. وهنا الزيت بتاعي بعد ما سخن، هبدأ بقى اوطي النار كده وانزل بقى بالكراس وكده. بصوا ما شاء الله ما فكش ولا اي حاجه، عجينه ناجحه جدا، مستوي جدا وطري وهشش جدا. هعمل بقى الكميه وارجع لكم تاني. اهو هنا ده زينته كده بالشوكليت من فوق، وده هحشيه نوتيلا. هفتح كده بالمعلقه كده، بسن المعلقه كده الصغيره دي، هعمل لها تجويف كده من جوه عشان ابتدي احشيها. انا هنا كنت بعمل بكيس تلاجة عادي، كان عندي الكيس الحلواني خلصان فاتعاملت، يعني مفيش حاجه طبعا بتوقفنا. بصوا ما شاء الله العجينه هشه جدا. هحشي بقى كده الكميه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اهو بعد ما خلص معايا، اتمنى بقى يكون عجبكم. بصوا قد ايه طري. اتمنى بقى الوصفه تنال اعجابكم، ولو عجبتكم بقى الطريقه يا ريت ما تنسوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.